شيكابالا انطلق على الجهة اليمنى يبحث عن التوغل. شيكابالا متسع من المكان، زاد في السرعة، دخل شيكابالا، التسديدة قوية، بابا جول 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 جول. يا سلام عليك، شيكابالا يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة الرابعة. أين هو دفاع الوداد؟ أين هم لاعبو الوداد؟ شيكابالا كأنه في حصة تدريبية استلم الكرة، راوغ الأول مرة وتوغل 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 وسدد وجول. جول من شيكابالا للزمالك عند الدقيقة الخامسة من انطلاقة الشوط الأول. يا له من جول، شوف العجب ماذا حصل. شيكابالا يجري بالكرة 40 متر، يراوغ الأول، وينو الثاني، وينو الثالث، وينو الرابع، ولا واحد خرج له. شيكابالا يسدد من حوالي 25 متر، كرة أرضية زاحفة على يسار محمد عقيد. هدف أول للزمالك، هدف عجيب وغريب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أنه تكون عندك مساحات بهذا الشكل تنفرد على 30 سنة في عمره. قلت لكم شيكابالا ليس هو شيكابالا زمان، ومع ذلك الخبرة والتجربة صنعت الفارق، والصنعة والمهنة صنعت الفارق. انفرد، سدد كرة زاحفة أرضية على يسار الحارس. أول أهداف المباراة لنادي الزمالك. ليس هناك بداية أفضل من هذه يا شيكابالا، وكذلك لنادي الزمالك المصري. هدف هكذا مبكر يرتكب خطأ فادح هنا في هذه الكرة. كرة أخرى وخطأ لصالح نادي الزمالك، محاولة التوغل، جول جول. ما هذه الهدايا من دفاع نادي الوداد؟ هدية أولى استلمها شيكابالا، وهدية ثانية لصالح نادي الزمالك عند الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول. عجب هذا الذي يحدث في 20 دقيقة الأولى من عمر المباراة. هدية كاد يسلمها الحارس في نهاية المطاف. جاءت هدية لا ترد، هدية مثل هذه يجب أن تقبل. هل باسم مرسي هو الذي استلمها؟ هو الذي راوغ؟ لا، ليس باسم وإنما أيمن حفني. الفنان أيمن حفني استلم كرة بيسراه، راوغ وسدد على يسار الحارس. جول ثاني للزمالك في ظرف 18 دقيقة لعب. ولا زملكاوي كان يتوقع هذا السيناريو بهدفين مقابل 0 للزمالك بعد أقل من 20 دقيقة. ولا زملكاوي ولا ودادي كان يتوقع مثل هذا السيناريو، هذه الأخطاء الفادحة في مباراة نصف نهائية دوري أبطال إفريقيا. فاتح اللعب بهذا الشكل فريق الوداد أمام فريق قناص، أمام فريق أي نعم نقول عنه بأنه ما عندوش خيارات كثيرة في تنفيذ هذه المخالفة، بحثا عن باسم مرسي وعن علي جبر وإسلام جمال اللذان صعد. كرة ممتازة، ولا لا، جول لباسم مرسي، جول ثالث قاتل عند الدقيقة الرابعة من انطلاقة الشوط الثاني. هذا أيضا من عجائب العجائب، أنه من كرة ثابتة يخرج لاعب في القائم الثاني أمام دفاع واقف، أمام حارس يتفرج، ويأتي من بعيد ويسبق الجميع ويسجل هدف ثالث. اللاعب لم يرتقي فوق الرؤوس، وإنما دخل بين اللاعبين وسجل هدفا ثالثا. شوف هنا الخطأ الفادح، يعني دخل بينهما ولم يرتقي فوقهما. شوف الإعادة مرة ثانية. أنت قط ماكر يا باسم يا مرسي، قط ماكر تمكن من إضافة هدف ثالث قاتل لصالح الزمالك أمام الوداد. وين يا محمد يا عقيد؟ وين رايح أنت؟ وين؟ 3 أهداف مقابل 0، 3 هدايا استلمها نادي الزمالك، تقبلها وسجل منها خاصة الثاني والثالث الرابع عن طريق مصطفى فتحي الذي تحصل على ضربة الجزاء. أم من سيتولى تنفيذ هذه الرمية؟ أم اللاعب رمزي خالد أم أحمد توفيق؟ المهم نادي الزمالك هو الذي يستفيد من ضربة الجزاء بحثا عن هدف رابع قاتل في هذه المباراة، ونتيجة غير متوقعة تماما إذا تم تسجيل الرابع. وجول 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 وجول، مصطفى فتحي يسجل الهدف الرابع للزمالك. يا سلام على الزمالك ويا سلام على الوداد. 4-0، نتيجة عريضة وثقيلة وطويلة. نعم ثقيلة، كل المواصفات لا تكفي لنصف هذه النتيجة بالرباعية للزمالك أمام الوداد. الزمالك لم يكن في مستوى عالي جدا ومع ذلك فاز بالأربعة، فما بالك لو كان كامل القدرات وبلاعبيه الذين بدأ بهم هذه المنافسة. المشكل كان في الوداد اليوم، المشكل كان في الوداد.
الوداد، والزمالك استثمر في مشاكل الوداد واستغل كل الفرص التي اتيحت له وضرب بالرباعية اليوم. قلت لكم بأن النتيجة لن تبقى 2 وكررت بأنها لن تبقى 3، الآن صارت 4 قبل 17 دقيقة من اللعب. ما زال الأمر مفتوح على هدف خامس أو هدف أول للزمالك أو للوداد. مصطفى فتحي الذي تحصل على ضربة جزاء سجلها ببراعة على يسار الحارس محمد عقيد، مسجلا هدفا رابعا قاتلا، نعم قاتلا، في دور